السلام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. النهاردة فيديو جديد من قناتي انا واخواتي. النهاردة هنعمل مع بعض البطاطس الشيبسي اللي هي المقرمشة الجميلة زي بتاعت برا بالظبط. اول حاجة معانا هنا، ما تنسونوش في لايك وشير الفيديو وسبسكرايب للقناة لو عجبكم الفيديو، ولايك جميل منكم دعم ليا. النهاردة المقادير سهلة وبسيطة، تعالوا مع بعض نبدأ. معانا كيلو من البطاطس مقطعينها شرايح سمك رفيع زي انتوا شايفين كده، عشان يسهل معانا وتبقى مستوية، واهم حاجة تكون تحمير. تمام. ومعانا التوابل اللي هنحطها عليها ملح وثوم، وانا بحب طعم الثوم والبصل، وبهارات مشكلة وشوية شطة. انا هعملها بالشطة. وطبعا المكون الاساسي اللي هيخليها متقرمش هو الخل. هنحط هنا كوبايه من الميه زي ما انتم شايفين كده. تمام. بعدين نحط ربع شويه خل، مش كتير. تمام. ونحط بقى الملح اللي احنا عايزينه. المحلول ده هو اللي بيخلي البطاطس تبقى حلوه معاكم. شويه ملح صغيرين. ونحط بقى النكهه اللي انتوا بتحبوها. شويه توم احط وبصل، واحط شويه شطه صغيرين، وهحط شويه شطه صغيرين، انتوا شايفين كده. واحط شويه بهارات مشكله، انا بحبها النكهه دي. واقلبهم واسيبهم واقعين في المحلول ده لمده نص ساعه او ساعه لحد ما تيجي تقلي. وتعالوا نقلوا ازاي، هنشوفكم طريقه القلي ازاي الصحيحه اللي تخليكي البطاطس تطلع معاكي محمره. الطاسه تكون سخنه، الزيت يكون من اساس نجاح البطاطس ان الزيت يكون الطاسه سخنه قوي، ويكون ما تحطيش بطاطس كميه كبيره. واشوفكم بقى بعد ما تطلع وتشوفوا مقرمشه قد ايه. وده شكل البطاطس بعد ما طلعت وبقت مقرمشه. بصوا جميله جدا. طعمها رائع. متنسوش في لايك وشير للفيديو، سبسكرايب للقناه لو عجبكم الفيديو. واشوفكم في فيديو جديد، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.